تشيكن نودلز أسرع وأحلى أكلة متكاملة وفي حلة واحدة، من أكتر الأكلات المنقذة اللي هيحبها كل اللي في البيت. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة، ويلا نبدأ وصفتنا. أول حاجة هنبدأ فيها هي الصوص. هنا معايا كوباية من المية، عليها كمان كوباية من الصويا صوص، وكمان بضيف عليها شوية إضافات كده بسيطة، معلقة من النشا، معلقة مليانة من النشا، ومعلقتين من الكاتشب. ممكن نستخدم الكاتشب الحار كمان لو حابين. هضيف معلقة واحدة من العسل، دي هتوازن كده الطعم، تديها طعم حلو قوي. وهنقلب كل الخليط ده كويس جدا وهنسيبه على جنب. مهم قوي نقلب الخليط كويس. هنا في الحلة أو الطاسة على النار حطيت معلقة من الزيت مع قطعة من الزبدة. هبدأ أنزل الفراخ وأشوحها. انا هنزل الفراخ كلها مرة واحدة ومش هقلبها غير لما تاخد لون على اول جنب، عشان ما تنزلش كل السوائل اللي فيها وتاخد لون حلو وتستوي اسرع. زي ما انتوا شايفين ما بقلبهاش خالص غير لما تاخد لون على اول جنب، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني واستنى تاخد لون حلو من على الجنبين. انا استخدمت نص كيلو من الفراخ، طبعا الكميات دي ممكن نضاعفها. بعد ما هقلب الفراخ على الجنب التاني وتاخد لون، بعد كده هضيف باقي الاضافات. هعمل كده فتحة صغيرة بين الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قلبتها تماما هعمل فتحة صغيرة، وهضيف معلقة من الجنزبيل الفريش مع الثوم. ممكن نستخدم جنزبيل باودر لو الفريش مش متوفر. هقلبهم كده تقليبة ريحتهم تبدأ تطلع، وبعد كده هنقلب كله مع بعضه. هقلب الفراخ مع الجنزبيل والثوم، ريحتها خطيرة ومليانة فوائد الأكلة دي. بعد كده هنضيف باقي الإضافات. أنا ضفت النهاردة بصل متقطع شرايح، مع كان عندي مشروم باقي برضو ضفته. ممكن نضيف أي خضار متوفر عندنا. فلفل ألوان مع فلفل حار، الحار ده اختياري، رشة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. هدي كل ده تقليبة مع بعضه كويس. الألوان خطيرة والريحة كمان تحفة. من أول ما بدأت أسوي الفراخ وأنا حطيت المكرونة تتسلق، أنا استخدمت مكرونة الاسباجيتي العادية، مش هستخدم نودلز ولا حاجة. ضفتها وبعد كده ضفت عليها الصوص اللي احنا حضرناه وهنبدأ نقلب. أنا استخدمت نص كيس من المكرونة الاسباجيتي العادية، وبعد كده هقلب كل المكونات دي مع بعض. هستنى بس تغلي مع بعض كويس لحد ما الصوص بتاعنا يبدأ يتقل على النار، وكده خلاص بتبقى الوصفة جاهزة تتقدم مع رشة من السمسم على الوش، بتديها شكل وطعم خطير وقيمة كمان غذائية. كده خلاص أكلتنا جاهزة تتقدم. أكلة متكاملة في حلة واحدة، مش محتاجة حاجة تانية. لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها، ومتأكدة هتعتمدوا الطريقة دي على طول. ولو ما جربتوهاش قبل كده بالسباكيتي لازم تجربوها، لأنها أحلى بكتير من النودلز. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ومستنية تطبيقاتكم.